صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا. نفديك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. صلى عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده مشيئة الله تعالى هنعمل مع بعض طريقة جميلة صور للشعر بالأعشاب جميل خالص. تعالوا واحدة واحدة ندخل الفيديو ونشوف ازاي هنطلع الوصفة الجميلة دي مع بعض بالأعشاب. طريقتها جميلة خالص ومميزة. تعالوا نشوف المقادير مع بعض وندخل على أول حاجة معانا صابونة، أي صابونة أنت حابة ريحتها هنشتغل عليها. أول حاجة معانا المقادير واحدة واحدة. احنا معانا الأعشاب الجميلة دي مع بعض هنعمل صور جميل خالص للشعر. الأعشاب دي جميلة خالص، ورق السد ده جميل خالص للشعر، ومعانا حبة البركة دي اصلا بتمنع السيب وجميلة خالص، ومعانا بذور الكتان، معانا معلقة بذور الكتان، ومعانا معلقة روزماري، ومعانا معلقة قرنفل. الأعشاب اللي هنشتغل عليها للشعر جميلة خالص ومطهرة ومش عاوزة اقولك ملهاش حل. يعني الوصفة دي قد ايه جميلة جميلة جميلة. تعالوا واحدة واحدة. اول حاجة معانا احنا هنضيف كل الأعشاب دي مع بعض، حبة البركة والقرنفل وبذور الكتان والروزماري وورق الستر. هنبدأ ننزل بيهم بالشكل ده. بالطريقة دي حطيناهم على نص لتر مية وهنحطهم على النار يغلوا على نار وسط، يغلوا لمدة 10 دقايق. بس أهم حاجة في الأعشاب دي إن انت تغطيها كويس على النار بغطا عشان يحتفظ بالزيوت العطرية. على النار لمدة 10 دقايق على نار وسط، لا هي عالية ولا هي واطية، لحد ما يغلوا كويس. وبعدين هنرجع نشتغل بيهم مع بعض واحدة واحدة. بالطريقة دي بدأ يغلي على النار بالشكل ده، بيغلي معانا خد بتاع 10 دقايق على النار بيغلي بالشكل ده. احنا هنطفي عنه النار. أول حاجة معانا احنا هنجيب الصابونة بالشكل ده، أي صابونة انت حابة ريحتها. هنبدأ نبصرها مع بعض. هنسمي بسم الله. الصابونة بصرناها بالشكل الجميل ده. هنبدأ نشتغل فيها واحدة واحدة. احنا هنجيب المعون اللي هنشتغل فيه مع بعض. نسمي بسم الله. الأعشاب من على النار اللي احنا جهزناها مع بعض هنسمي بسم الله ونصفيها. خدنا المية بتاعتها وهنبدأ نشتغل فيها مع بالطريقة دي دابت الصابونة تماما. بس احنا هنسيبها تريح بتاع ساعة وبعدين هنرجع نشتغل فيها مع بعض واحدة واحدة. احنا معانا خل التفاح ده جميل خالص. هناخد منه معلقة كبيرة. لو في كسرة في الشعر اللي هيقضي عليها تمام. هنبدأ ننزل بالمية تدريجيا واحدة واحدة.
واحنا بنقلب فيه وهو بيبدا احنا زودنا له ميه، وكل ما تزودي له ميه كل ما يتقل معانا بالشكل ده. الجميل ده اول ما سيبناه هدي شويه بدانا نزود له الميه، بدا الصور يتقل بالشكل ده. احنا عاوزين نضيف له لون، اي لون انت حباه. احنا هنضيف له لون برتقاني بالشكل ده، اورنج، وهنبدا نقلبه. ايه رايكم في الشكل النهائي اللي احنا عملنا بيه صور الاعشاب؟ ده جميل خالص. شوفي قد ايه جمال، وكل ما بيقعد كل ما بيتقل اكتر. شوفي قد ايه، شوفي جميل قد ايه الصور. ده صور الاعشاب، لو حبيتي تشتريه من بره هتجيبيه باسعار خياليه. احنا عملنا حوالي 6 لتر، حاجه كده ببلاش من الاخر. سيبي مع نفسك. شوفي التكلفه، احنا كل اللي استعملناه صابونه ب6 جنيه، عملنا بيها احلى صور. شوفي قد ايه زمان، وشويه اعشاب من مطبخنا، وطلعنا الصور الجميل ده للسعر، حاجه كده ببلاش من الاخر. شوفي قد ايه زمان. طبعا احنا حطينا فيه حبه البركه الاعشاب. تعرفوا حبه البركه بتعالج الشيب الشعر الابيض، وجميله خالص، وبتطول الشعر وتخليه ينمو بطريقه جميله. ورق الشجر جميل خالص للشعر، بينمو الشعر ويطوله ويزود من كثافته، جميل خالص. والجنولفر برضو جميل. احنا محطناش الا الاعشاب اللي هي ايه جميله للشعر خالص، بتطول الشعر وتزود النمو بتاعه. وحطينا جذر الكتان، ده جميل خالص، خلي الشعر ايه يفك التسابق. لو الشعر كده متزغد تخليه يفك التسابق ويخليه ناعم وجميل ويطوله، جميل خالص الاعشاب اللي احنا حطيناها. شوفي قد ايه الجمال. عملناه مع بعض واحده واحده، انا ما بعملش اي حاجه لما اكون مجرباها كويس بطلع اقولها لكم عن تجربه. شوفي قد ايه الجمال، طريقته جميله خالص ومميزه. عايزه الكل يجربها ويكتب لي تعليق عليها واعرف رايه فيها. وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي لايك، وما تنسوش تفعيل زر الجرس يصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.